أبرز أحداث الحلقة: قرار الزعيم بالزواج. يقرر الزعيم هايل الزواج مرة أخرى من حياة بنت أبو الفخر، متجاهلاً مشاعر وتضحيات زوجته سعدية، وذلك رغبة منه في إنجاب خليفة ولد. مصير علياء: يستمر الزعيم في حبس علياء، ويأمر سعدية بإبقائها على قيد الحياة فقط من خلال إطعامها وسقايتها، تعذيباً لها نفسياً. صراع عرسان: يواجه عرسان رفضاً من الزعيم لطلب يد ابنته، مما يضعه في موقف محرج أمام أهل الحارة. مواجهة سعدية: تشعر سعدية بكسرة خاطر شديدة بعد أن أخبرها الزعيم بقراره، وتتساءل عن سبب هذا التصرف رغم تضحيتها. الزواج والورق: يتم كتب كتاب الزعيم على حياة، ويستعيد الزعيم أوراق ملكية البيت من اليوزباشي ليعطيها لأبي حياة. خوف أهل الحارة: يسود القلق بين أهل الحارة من تصرفات عرسان، ويحاول المختار وأبو النور التدخل لتهدئة الوضع. موقف فهمية: تحاول فهمية إقناع علياء بأن سالم لم يعد يريدها، في محاولة منها لتفريقهم. زيارة ودية: يقوم سليم بزيارة منزل علياء رغم الظروف الصعبة، مما يسبب لها حرجاً وخوفاً من اكتشاف أمرها. بناء على أحداث الحلقة 26، إليك توقعات لمسار الحلقة القادمة من مسلسل اليتيم. مواجهة سعدية وهايل: من المتوقع أن تشهد الحلقة مواجهة حادة بين سعدية والزعيم هايل بعد قرار زواجه، حيث ستحاول سعدية الدفاع عن مكانتها، أو قد تتخذ موقفاً قاسياً بناء على كسرة خاطرها. تحرك أهل الحارة: بعد معرفة المختار وأبو النور بزواج الزعيم المفاجئ، قد يحاولون التدخل أو فهم دوافع الزعيم الحقيقية، خاصة بعد قضية أوراق البيت مع اليوزباشي. مصير علياء: قد تزداد معاناة علياء في محبسها، أو قد تحاول إيجاد طريقة للهروب مستغلة انشغال الزعيم بزواجه الجديد. شخصية حياة: سيتم الكشف عن شخصية حياة بنت أبو الفخر وكيفية تعاملها مع هذا الزواج القسري أو المصلحي. خوف أهل الحارة: يسود القلق بين أهل الحارة من تصرفات عرسان، ويحاول المختار وأبو النور التدخل لتهدئة الوضع. موقف فهمية: تحاول فهمية إقناع علياء بأن سالم لم يعد يريدها، في محاولة منها لتفريقهم. زيارة ودية: يقوم سليم بزيارة منزل علياء رغم الظروف الصعبة، مما يسبب لها حرجاً وخوفاً من اكتشاف أمرها.